ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ رجعنا تاني في تاني فيديو من انواع البروناونز. اوكي، اول فيديو اتكلمنا فيه على السبجكت بروناون. اوكي، النهارده هنتكلم على النوع التاني اللي هو البوسيسيف بروناون whether adjectives او pronouns. في نوعين للبوسيسيف بروناون، في حاجه اسمها possessive adjective وفي حاجه اسمها possessive pronoun. هنشوف كل واحده فيهم لوحديها معناها ايه وبتعبر عن ايه وبنستخدمها ازاي. اول نوع وهو البوسيسيف adjective. اوكي، the possessive adjectives are my, your, our, their, his, her, its. تاني my, your, our, their, his, her, its. وطبعا كل واحد فيهم مرتبط بالسبجكت بروناون اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. يعني my بيعود على I، your بيعود على you، our بيعود على we، their بيعود على they، his يعود على he، her تعود على she، its تعود على it. طيب بنقول ان دول بنستخدمهم دايما عشان ندل على ملكيتنا لشيء، ودايما زي ما انتم شايفين قدامنا كده مكتوب نوت بعديهم always followed by a noun. always followed by a noun. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دايما هتلاقي وراهم في اسم او الشيء اللي انت او اي شخص بيمتلكه. زي ايه؟ زي المثال اللي قدامنا على البورد. I have a car. يعني أنا بمتلك سيارة. يبقى لما هاجي أتكلم على الكار دي وهقول إن هي ملكيتي أنا، هقول This is my car. This is my car. لو لاحظنا هنلاقي إن البوسيسيف adjective جه وراه كلمة car، وكار هنا بتعتبر noun. اوكي، ده بالنسبة للبوسيسيف adjectives. لو رحنا الناحية التانية للبوسيسيف pronouns، لو انا الناون اللي انا بتكلم عنه هو اوريدي معروف عشان ما بقاش اكرر نفسي، بستخدم حاجه اسمها البوسيسيف بروناون. زي ايه؟ mine، yours، ours، theirs، his، hers، its. تاني mine، yours، ours، theirs، his، hers، its. طبعا نفس الكلام اللي قلناه على my ويور وtheir وour هو نفس الكلام اللي بنقوله هنا على البوسيسيف بروناون. اوكي، ان كل واحد فيهم عايد على subject pronoun اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفيديو الاولاني. اوكي، يعني my بتبقى mine، your yours، our ours، their theirs، his بتفضل زي ما هي his، her بتتحول تبقى hers، وits بتفضل زي ما هي its. لو لاحظنا ان احنا لما اتكلمنا على الادجectives البوسيسيف adjectives قلنا they are always followed by a noun. اوكي، طيب بالنسبه للبروناون possessive pronoun usually، وفي فرق ما بين usually و always معناها every time كل مره هتلاقي ورا noun، بس usually معناها غالبا مش كل مره. اوكي، usually comes at the end of the sentence. usually comes at the end of the sentence. يعني ايه الكلام ده؟ يعني غالبا ما كل مره او مش كل مره، غالبا هتلاقيه في نهايه الجمله. زي ايه؟ زي المثال اللي قدامنا على البورد. This is my book. لو انا مش عايز اذكر البوك وعايز ان اقول ان ده الشيء ده ملكي انا، بقول it's mine. it's mine. mine هنا possessive pronoun comes at the end of the sentence. I think this will be all for us today for this video, guys. Thank you for watching us and thank you for watching our videos on the YouTube channel. If you want to ask about more details and if you want to know more information about MBA, please visit our Facebook page, mba.mastersbusiness academy. Thank you so much. See you later.